سوى أنني كنت أستاذا جامعيا. في ذلك الوقت أيضا يعني قمنا ببعض النشاطات السياسية السرية، قد لا تكون معلومة لديكم. قمنا في عام 90 في تأسيس منظمة باسم منظمة الهدى، وعام 2000 قمنا بتأسيس حزب الفضيلة. يعني حزب الفضيلة الناس لم تكن تعرفه باعتبار الأجواء لم تكن تسمح بقدر من الحريات السياسية، فلجأنا إلى التنظيم السري منذ عام 2000 وأسسنا حزب الفضيلة وبرعاية سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي، واستمرينا بالعمل إلى فترة طويلة إلى يعني السنة اللي فاتت بدأنا بتشكيل التيار الوطني المستقل، والآن أنا أشغل موقع الأمين العام لهذا التيار. بعض الأطراف السياسية المعارضة وصفت الحكومة بأنها غير جادة في مشروع المصالحة سيد الجابري، وخاصة فيما يخص الحوار مع البعثيين وتقاطعها مع أطراف معارضة أخرى. يعني أنا ما أعرف، هو يعني قد تكون تركيبة الحكومة، قد تكون تركيبة البرلمان تعيق مشروع المصالحة الوطنية. أنا اللي ألاحظه. أي تركيبة تقصد سيد الجابري؟ يعني تركيبة المحاصصات تعيق الحقيقة عملية اتخاذ قرارات جريئة وقوية. أنا أتصور يعني موضوع المصالحة الوطنية لا بد منه، لكن بحكم هذا التجاذب وبحكم هذا التنافس ما بين القوى السياسية ده يتعرقل الحقيقة مشروع المصالحة الوطنية. إذا تلاحظين التجربة أو الإنسان عندما يخوض تجربة ربما يغير قناعاته. يعني إذا تلاحظين مثلا السيد رئيس الوزراء تغيرت الكثير من مفاهيمه وقناعاته في السنة الأخيرة عن السنة الأولى التي تولى فيها رئاسة الوزراء. في السنة الأولى أنا أعتقد لم يكن واردا في ذهنه أن يذهب نحو المصالحة الوطنية، لكن في السنة الأخيرة بسبب ما لمسه من واقعية سياسية ربما اتجه نحو المصالحة الوطنية. لكن أعتقد هذا التجاذب وهذا التصارع والتنافس السياسي ربما يحول دون انطلاق مشروع المصالحة الوطنية. من أهم مشاريع إدارة أوباما في العراق تكمن في تكريس مشروع المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف. سيد الجابري، كيف تعاملت الحكومة مع الإدارة الجديدة بخصوص هذا الملف؟ والله ما أعرف، أنا أسمع هذا الكلام أيضا، يقال أن الإدارة الأمريكية ساعية، والجديدة الإدارة الأمريكية الجديدة ساعية في تدعيم مشروع المصالحة الوطنية. الأمر يحتاج إلى دليل. يعني أنا لا أفهم يعني ما هي الأدلة أو من أين أتت هذه القناعات أن الإدارة الأمريكية يعني لم تلمسها على أرض الواقع؟ أنا لم ألمس مثل هذا التوجه، وأنا أعتقد ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تنعقد مصالحة وطنية عراقية حقيقية وشاملة، لأنها تريد أن تبقي دائرة التنافس أو دائرة التوازنات السياسية والاجتماعية كأساس لهيمنتها على العراق. فيما يخص سيد الجابري دول الجوار والإقليم، ما هو مدى التأثير على المصالحة الوطنية بين العراقيين، لا سيما وأن التأثير السياسي والثقافي والعشائري له ارتباط بهذه الدول؟